السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد اخواني اخواتي. ان شاء الله بهذا الفيديو سننقل كلام للشيخ الكوراني، لكن الفيديو هذا فيه اكثر من جانب، فيرجى التركيز بهذه المقدمة لان سيناريو الفيديو راح يكون وفق المقدمة اللي راح اقدم به الفيديو. ما هي قصة النار التي تظهر من شرقي الحجاز؟ الشيخ الكوراني سيتكلم عن هذا الموضوع، لكن اخواني اخواتي راح اكون او راح يكون هذا الفيديو هو فيديو متكامل لموضوع يخص ظهور او علامات ظهور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه. راح انقل كلام مهم جدا للشيخ ياسين الجمري، بالاضافه الى كلام مهم جدا للشيخ او عفوا للسيد هادي المدرسي، بالاضافه الى عنوان الفيديو ماذا يحدث في او ما هي قصة النار التي ستكون في شرقي الحجاز. اخواني اخواتي، سيتكلم الشيخ الجمري عن العلامات الحتمية فقط. ركزوا اخواني اخواتي، العلامات الحتمية خروج السفياني وايضا خروج الشمس من المغرب الى المشرق، بالاضافة الى الخسف بجيش السفياني، بالاضافة الى صرخة جبرائيل عليه السلام وقتل النفس الزكية. هذه علامات حتمية. سننتقل إلى كلام السيد هادي المدرسي، والذي سيبين إن من الممكن هذه العلامات لا تحدث ويكون هناك بداء، وهذا ارتباطه بكلام الشيخ الكوراني عندما بين إن هناك نار ستظهر من المشرق. سيكون إن شاء الله فيديو متكامل، فقط ركزوا بسيناريو الفيديو، وإن شاء الله سأرجع بالتعقيب النهائي لتوضيح أمور مهمة تخص هدف هذا الفيديو. نستمع ونعقب فخليكم. فمن جاء وقال أن هذه العلامة دليل وتلك العلامة دليل، وأكد على أن الإمام سيظهر في هذا العام، أو جاء وادعى أنه رأى الإمام، أنا شفت الإمام والإمام قال لي فلان شيء، وقال بلغ شيعتنا من ادعى الرؤية فكذبوه، هذا الباب مسدود علينا. أما فيما يرتبط بالظهور، لأن آخر مرحلة من حياة الأرض هي مرحلة ظهور الإمام، وبعد ذلك بعد الرجعة ستنتهي الحياة في هذه الأرض، تقوم القيامة، وعلم القيامة عند الله وحده، عند الله وحده. يسأل أحدهم النبي يقول متى تقوم القيامة؟ النبي مرة جاوبها الشكل، قال ماذا أعددت لها؟ أنت اللي تدور القيامة مستعد لها؟ مرة واحد اجى قال ما المسؤول بأعلم من السائل؟ هذا علم غيب اختص الله به نفسه، وعنده علم الساعة. الإمام يظهر حينما يؤمر، يصلح الله أمره في ليلة، يطلب منا الإمام أن ندعو لتعجيل فرجه، فإن في فرجنا فرجكم. هو يطالبك بأن تدعو لفرجه. هنالك روايات عندها علامات محددة 100%، هنالك روايات تتحدث بالرمز، مو بالدقة العقلية. هذا الرمز هو هذا اللي أنت شفته، خسف في البيداء مثلا، صار خسف بسيط، قلت هاي العلامة، ممكن مو هذا هو المطلوب، شيء آخر. أن آخر ملوك فلان دولة اسمه عبد الله، ممكن مو هذا، لا تحتم على الله. هذه الروايات تتحدث بالرموز أو حسب التعبير سمبوليك. أكو علامات للظهور حقيقية يقينية، صيحة السماء يقينية، وأن الله يتم حجته على جميع العباد بحيث لا يشك أحد فيه. جاء واحد قال إذا ظهر الإمام إحنا ما عرفنا، قلت له لا تخاف، هذا مو شغلك، هذا شغل الله، يخليك تعرف أن هذا هو الإمام. قضية مهمة، لأن المهلة تنتهي، بعد ماكو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالقضية أنه يثبت لك هذا هو الإمام، هذا شغل رب العالمين، هو يعلمك أن هذا هو الإمام بحيث لا تشك فيه. أما أن هذه العلامة تدل تلك العلامة، فد واحد اجى قال لي فد ليل واحد شايف له حلم، هذه ليست أدلة حقيقية. أكو علامات حقيقية يقينية 2 أو 3 فقط، البقية ربما تكون وربما لا تكون. يعني رب العالمين يحصل له البداء فيأمر بالإمام أن يظهر بدون جميع العلامات، لكن حينما يظهر فإن الصيحة السماوية ترافقه.
لأن الله يتم حجته على جميع الناس. علامات كثيرة وعديدة قسموها العلماء إلى علامات حتمية وغير حتمية. شنو يعني حتمية وغير هذا خارج البحث، بس اكو فائدة من وراء. اكو علامات تسبق ظهور الامام سلام الله عليه، هي العلامات من تشوفها تحسب انه بات الخروج والظهور وشيكا. قسموها العلماء الى علامات حتمية وغير حتمية. غير حتمية يعني شنو؟ يعني يمكن تصير يمكن ما تصير، مو ضروري. اذا صارت تدل على خروج الامام، اذا ما صارت مو لازم تصير. بس اكو علامات يعبرون عنها بالعلامات الحتمية، لابد حتما تصير. ومن دلالاتها انها اذا خرجت او ظهرت واحدة من هذه العلامات الحتمية، اذا هالسنة نهاية الامام راح يطلع. قالوا من هذه العلامات الحتمية شنو؟ خروج السفياني واحد. من العلامات الحتمية شنو؟ خسف بالبيداء، جيش السفياني الله تبارك وتعالى يشق الأرض، يزلزل الأرض من تحته وتبتلع الأرض 100,000 نسمة من جيش السفياني. هذه تصير علامة حتمية، الناس من تشاهدها من تسمع عنها، يا جماعة ترى انشقت الأرض وابتلعت 100,000 من هذا الجيش المجرم جيش السفياني. هي العلامة الثانية. العلامة الثالثة خروج الشمس من المغرب إلى المشرق، الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب. ذاك اليوم لا، يشوفون الشمس نص الليل، وإذا طالع الشمس من جهة المغرب عائدة إلى المشرق. إذا صارت يعني في تلك السنة سيخرج الإمام. العلامة الرابعة الحتمية صيحة جبرائيل، وتكون صيحته في ليلة القدر في شهر رمضان في ليلة جمعة، وينادي جبرائيل بصوت مرة واحدة، ما يكررها، لا مرة واحدة الصيحة، لكن لا يبقى أحد إلا يسمع. ما واحد يقول والله أنا مشغول، ما واحد يقول أنا نايم، ما واحد يقول أنا ما ملتفت، لا، الكل يسمعها. وكل ذي لهجة بلهجته. الإنجليزي يسمعها بالإنجليزية، الفارسي يسمعها بالفارسية، الهندي يسمعها بالهندية، العربي يسمعها بالعربي، وهي صيحة واحدة من غير ترجمة. شلون؟ رب العالمين. بعد هي صارت كم علامة؟ 4 علامات. تجي العلامة الأخيرة، آخر علامة تحدث في 25 من شهر ذي الحجة، وبعدها يخرج الإمام في 10 من المحرم. شنو العلامة الخامسة اللي يسمونها العلامة الحتمية؟ آخر العلامات قتل النفس الزكية. يرسل الإمام الحجة واحد إلى المسجد الحرام، إلى الموسم، موسم الحج، الناس توهم مخلصين الحج، ويدعو إلى صاحب الزمان يقول لهم ترى الإمام خرج، الإمام ظهر الآن ظاهر. ما ذكرنا، دا تتذكرون ما قلنا أكو ظهور وأكو خروج، وأنه بين الظهور والخروج سنة كاملة. يقول لهم ترى الإمام طلع وراح يجيكم، جهزوا حالكم، ما هي إلا أيام وسيأتيكم وسيعلن خروجه الرسمي، وجبرائيل سينزل وعيسى بن مريم سينزل. شو يسوون فيه؟ يحطون السيف بنحره ويذبحونه وهو مستند إلى جدار الكعبة. هذه العلامة الحتمية الأخيرة. يعني هي شنو دلالتها؟ يعني بعد لا حرمة لا إلى مسجد ولا إلى كعبة ولا إلى شهر حج ولا إلى شهر حرام ولا إلى نفس محترمة، ياخذونه يلصقونه. مو يجي، اسمعني ايش أقول لك، مو يلقى القبض عليه في المسجد الحرام ودونه يحاكمونه كالمعتاد ويصدر عليه حكم، لا 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 لا، ينفذون عليه الحكم في الكعبة المشرفة. وطبعا عمي هذا العلامة الآن في هالزمن 2023 غير قبل 100 سنة و1000 سنة. قبل 100 سنة ماكو فضائيات، لو واحد يضربونه ما حد يدري عنه إلا ينتشر الخبر. الآن لا عمي، موبايلات أكو، فضائيات أكو، فالحدث سيشهده العالم لايف أونلاين أون إير، الكل يشوف. هذا واحد شاب، كم عمره الولد؟ يقولون 25 سنة عمره، شاب من أبناء الزهراء، يجيبونه عند الكعبة، الناس كلها تشوفه، يسند إلى جدار الكعبة، يوضع السيف في حلقه ويذبح ذبح الشاة ويرى الدم وهو يسير في المطاف. اي نعم. خلاص عمي، عقب هذا بعد يخرج القائم، لأنه خلاص امتلأت الأرض شنو؟ ظلما وعدوانا وجورا. بعد أكثر من هذا ايش قاصر تسوون بعد؟
هذا أقدس بقعة في أقدس وقت وأطهر دم وتمت إراقته، فيخرج قائم آل بيت محمد صلوات الله عليه. طيب، يسأل الأخ: هذا الحديث الذي ورد عند العامة ورد عندنا نحن؟ إذا رأيتم نارا تطلع من جهة المشرق فادخروا الطعام لسنة. عندنا ما فيها ادخروا الطعام. ربما أحاديث أهل البيت عليهم السلام أخذوها، خاصة نعيم ابن حماد في كتابه الفتن ماخذ أحاديث أهل البيت وبعضها محرفة. لكن نحن عندنا أن من علامات ظهور سلام الله عليه نار تطلع من شرقي الحجاز ومن المشرق، نار تخرج من شرقي الحجاز تدوم 7 أيام ويكون لهبها كالهردي، الهردي شراع السفينة، لهبها عالي. هذه في رواياتنا في غيبة الطوسي، في النعماني، في غيره رواوها عن الأئمة عليهم السلام، والنص فيها أنها وهي قدام القائم صلوات الله عليه بقليل، يعني فاصلتها عن ظهور الإمام فاصلة قليلة. إذن صحيح عندنا من العلامات نار المشرق. ما هي نار المشرق؟ بعضهم يقول هذه آبار النفط السعودية في شرقي الحجاز تشتعل، بعضهم يقول لا، بركان. أيا كان، عندنا علامة نار المشرق هي علامة من العلامات، ويراها الناس من بعد، وتكون نار مشتعلة ولسان لهبها صاعد في السماء وتستمر 7 أيام، وهذه من العلامات القريبة لظهوره سلام الله عليه. طيب، حياكم الله من جديد اخواني اخواتي. اذا تركتكم مع 3 فيديوهات، فيديو للشيخ ياسين الجمري، السيد هادي المدرسي، والشيخ الكوراني. اخواني اخواتي، العنوان هو بعنوان علامات الظهور او النار التي تخرج من شرقي الحجاز. هذه كما بين الشيخ الجمري انها ليس من العلامات الحتمية، حتى لا يكون الفيديو بصورة او باخرى او كلام الشيخ الكوراني بانه اذا لم تظهر هذه العلامة اذن الامام لا يخرج. بتوضيح اكثر وبالرجوع الى كلام الشيخ الجمري، اذن هناك 5 علامات حتمية، 5 علامات حتمية هي التي ستكون قبل الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه.